يا مساء الفل على كل حبايبنا. قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بيبدأ الفيلم في دولة أمريكا، وفي الفترة دي تحديدا كان بتحصل جرائم والشرطة ما كانتش قادرة تسيطر على الوضع، لكن قدرت تعمل إحصائية بعدد الجرائم اللي بتحصل، وعرفوا إن البلد كان بيحصل فيها جرائم زي السرقة وجرائم عنف وجرائم إنهاء حياة كل يوم بشكل كبير جدا. المشكلة الكبيرة بقى إن الشرطة لما كانت بتقبض على حد من المجرمين كان القاضي بيرفض يحكم عليهم بالسجن، وبيشوفهم إن معظمهم مرضى نفسيين والأفضل إنهم يتعالجوا. ومع الوقت بنشوف شخص شكله غريب وهو داخل ماركت كبير وشكله أكنه مختل عقليا، وبيخبط في الناس وهو ماشي من غير حتى ما يعتذر، وبيلاحظ العامل تصرفاته وبيفضل ينادي عليه. ساعتها الراجل بيطلع سلاحه وبيبدأ ينهي حياة معظم اللي موجودين في السوبر ماركت، واللي بيتبقى منهم بياخدهم رهاين. ولما بتوصل الشرطة للمكان بيحاولوا يتفاوضوا معاه، وقتها بيختار المجرم واحد من الموجودين في الماركت وبيطلب منه انه يخرج. ولما الراجل بيقرب من باب الخروج بيخلص عليه المجرم في ساعتها. هو بيعتبر نفسه صياد وهي دي الفريسة بتاعته. ولما الضابط مونتي بيسمع ضرب النار بيستدعى الضابط كوبرا. الضابط كوبرا بيعرف يتعامل مع المجرمين، هو مش بيتفاوض معاهم، لا هو بيخلص عليهم في ساعتها. الضابط مونتي بيقول له انه لو كان الاختيار في ايده ما كانش هيطلب المساعدة منه، لانه بيكره طريقته العنيفة ومش بيحب يشتغل معاه. ساعتها كوبرا مش بيهتم بكلامه وبيسيبه بيخش الماركت. واول لما بيخش الماركت بيشاور للعاملة عشان ما تعملش اي صوت، وبيروح يراقب القاتل وبيفضل يعمل حركات استعراضية، وبيرمي علبة على الأرض عشان يختبر مهارة المجرم في التصويب. وقتها المجرم مش بيعرف يصوب عليها وبيفضل يضرب نار بشكل عشوائي. ساعتها بيمسك كوبرا الميكروفون الداخلي للماركت وبيقول للمجرم إنه قناص فاشل، وبينصحه يسلم نفسه بهدوء وإلا هيخلص عليه. لكن المجرم بيهدده بإنه معاه قنبلة وممكن يفجرها في أي وقت. كوبرا بيتجاهل كلامه، فالموضوع ده بيوتر المجرم أكتر، وبيفضل يتكلم مع كوبرا بصوت عالي وبيعرفه إنه هو اللي هيحرر العالم من كل الجرائم اللي بتحصل فيه، والحل الوحيد انه يبقى مسيطر على البلد عشان يقدر يساعد الناس. ساعتها كوبرا بيفهم ان المجرم ده مريض نفسي وان التفاوض معاه مش هيفيدهم بحاجة، وبيقرر يخلص عليه وبيسيبه بالسكينة وبعديها بيضربه بالمسدس، وبيقدر يخلص عليه وينقذ الرهائن اللي كانت في الماركت. ولما بيخرج الصحفيين بيفضلوا يتكلموا معاه وبيبدأوا يسألوه عن اللي حصل، وفي صحفي بيهاجمه وبيقول له انت مش قاضي عشان تفضل تخلص على المجرمين. ساعتها بيتعصب كوبرا جدا وبيوديه لجثة الطفل اللي المجرم خلص عليه، وبيقول له بقول الكلام ده لعيلة الطفل. وفي نفس اليوم بيرجع كوبرا للبيت وبيتفرج على التلفزيون وبيسمع خبر عن مجرم ملقب بالسفاح الليلي، وبيعرف انه بيخلص على كل ضحاياه وهم نايمين باستخدام ادوات حادة، وان عدد ضحاياه وصلوا ل 16 ضحية، وانه قدر خلال فترة قصيرة ينشر الرعب في المدينة كلها. في الوقت ده بتظهر عربية غريبة في الشارع بالليل وبيكون جواها شخص لابس قناع على وشه ومعاه اشخاص تانية ملثمين، وبيفضلوا يراقبوا بنت من بعيد. ولما البنت دي بتخرج من المطعم اللي شغالة فيه بتحس ان في حد بيراقبها، ولما بتحاول تهرب وتجري عشان تركب عربيتها السفاح بيطاردها وبيخلص عليها بنفس السكينة اللي بيخلص بيها على كل ضحاياه. وتاني يوم الصبح الشرطة بتكتشف الجريمة وبيروح كوبرا مع زمايله للمشرحة عشان يشوفوا جثة البنت. ساعتها كوبرا بيعرفهم ان السفاح ممكن يكون معاه ناس تانية هي اللي بتساعده في جرايمه، مش شرط يكون هو شخص واحد، ده ممكن يكونوا كذا شخص. الضابط مونتي بيرد عليه باستهزاء وبيفهمه ان ده مش شغله اصلا، وان الاحسن ليه انه يركز على طريقته العنيفة اللي بيستخدمها في حل القضايا بتاعته. لكن كوبرا بيتجاهل كلامه كالعادة وبيخرج معاه توني زميله. وفي نفس اليوم بالليل بتظهر عربية السفاح وبتطارد عربية واحدة ست، وبيخبط السفاح العربية بتاعتها من ورا، فبتقف الست بالعربية وبتنزل واحدة اسمها نانسي من عربية السفاح وبتشتت انتباهها لحد لما السفاح بيجي وبيخلص عليها. وفي الوقت ده بتعدي عربية فيها بنت من مكان الجريمة، وأول لما بتشوف وش السفاح بتحس بالخطر وبتهرب بسرعة، فبتطلب نانسي من العصابة إنهم يسجلوا أرقام العربية. ولما الشرطة بتكتشف الجريمة بيعرفوا إن السفاح هو اللي مسؤول عنها، وفجأة بتدخل نانسي لمركز الشرطة، وبنعرف هنا إن هي اللي بتتعاون مع السفاح وبتنقل ليه كل المعلومات من الشرطة، وبتقدر توصل لاسم البنت اللي شافته مع الطريق وبتوصل لها عن طريق أرقام عربيتها، وبتعرف إن اسمها إنجي، وكمان بتعرف عنوانها. تاني يوم بيجتمع كوبرا مع توني ومونتي ومعاهم الكابتن سايروس المدير بتاعهم، وبيتكلم سايروس مع كوبرا وبيفهمه ان هو اكتر واحد حافظ المدينة، وبيكلفه بقضية السفاح. فبيطلب كوبرا منه الاذن انه لو شاف السفاح يخلص عليه. ساعتها مونتي بيضحك على كلامه وبيفهمه انه مش هيقدر يقبض على السفاح اصلا، وبيبدأ كوبرا رحلة البحث عن السفاح في كل مكان مخفي ومهجور في المدينة، وبيحقق مع الناس اللي عايشة في الأماكن دي. في الوقت ده بنعرف إن إنجي عارضة أزياء، ولما بتخرج من الاستوديو مع زميلها وبينزلوا الجراج عشان يركبوا عربيتهم بتفتكر إنجي إنها نسيت الشنطة بتاعتها اللي فيها مفتاح العربية.
فبترجع الاستوديو تاني. فجأة بيظهر السفاح ورجالته وبيهجموا على زميلها وبيخلصوا عليه بالفاس. بتترعب انجي جدا وبتجري عشان تهرب منهم قبل ما يخلصوا عليها، وبتروح عند الاسانسير. في الوقت ده بيتفتح الاسانسير وبيخرج منه واحد من افراد الامن، ولما بيشوف اللي بيحصل بيحاول ينقذها وبيطلع المسدس بتاعه وبيضرب نار على عربية السفاح، لكن مش بيقدر يسيب أي حد فيهم وبيخبطوه بالعربية بتاعتهم وبيخلصوا عليه. ساعتها كانت إنجي قدرت تستخبى منهم، وأول لما السفاح بيسمع صوت عربية الشرطة بيهرب هو والعصابة بتاعته. توصل الشرطة لمكان الجريمة وبتتنقل إنجي للمستشفى، وبيدخل توني وكوبرا عشان يحققوا معاها، وبيعرفها توني على نفسه هو كوبرا وبيسألها عن اللي حصل ولو كان ليها أعداء أو أي حد عايز يأذيها. فبتعرفهم إنجي إنها ما عندهاش أي مشكلة مع أي حد، لكن بتفهمهم إن في حاجة غريبة حصلت لها الأسبوع اللي فات. وبتحكي لهم لما كانت ماشية في الشارع تحت الجسر وإنها شافت راجل شكله مرعب ومعاه 2 تانيين كانوا واقفين بالعربيات بتاعتهم. وأول لما كوبرا بيسمع كده وبيعرف منها المكان والوقت اللي هي بتحكي عنهم، بيتأكد ساعتها إن الشخص اللي بتتكلم عليه هو السفاح. فبيطلب منها إنها توصف ليهم شكله، وبيقدر كوبرا إنه يوصل لشكل السفاح من وصف إنجي ليه، وبيسألها لو تعرف توصف ليهم شكل اللي كانوا موجودين معاه. فبترد عليه إنجي إن المكان كان ضلمة وما قدرتش تشوف وش حد تاني، وإنها هربت عشان كانت حاسة بالخطر فما قدرتش تركز قوي. فبيطلب منها كوبرا إنها ترتاح دلوقتي، وبيعرفها إنهم بكرة ينقلوها لمكان تاني آمن لحد ما يقبضوا على السفاح، لأن هي الوحيدة اللي قدرت تشوف وشه، وده معناه إنه هيطاردها عشان يخلص عليها. وبعدها كوبرا بيأمر توني إنه يفضل مع إنجي في المستشفى لحد ما هو يروح بيته ويجي تاني. وفي نفس الوقت ده كانت نانسي واقفة بره الأوضة بتاعت إنجي عشان تسمع اللي بيتقال بينهم، وبتعرف إنهم قدروا يوصلوا لشكل السفاح. ساعتها بتروح فورا للمقر بتاعهم وبتبلغوا بكل اللي حصل، وبتعرفوا انه لازم يتخلص من انجي في اسرع وقت قبل ما الشرطه توصل ليهم. وبيوصل كوبرا لبيته وبيحاول يدور في قاعده بيانات الشرطه على اي دليل يوصله للسفاح عن طريق الصوره اللي معاه. وفي الليل بيوصل السفاح للمستشفى اللي انجي فيها، وبيدخل لاوضه عمال النظافه وبيهجم على العامل وبيخلص عليه وبياخد اللبس بتاعه، وبيركب الاسانسير اللي في المستشفى على اساس انه عامل نظافه. تركب معاه في الوقت ده ممرضة، ولما بتشوفه بتعرفه إن ممنوع عمال النظافة يستخدموا الأسانسير. فبيتضايق السفاح من كلامها وبيطلع السكينة عشان يخلص عليها، لكن الأسانسير بيفتح وبتخرج منه الممرضة. وفي نفس الوقت ده توني بيتصل بكوبرا وبيعرفه إنه في المكتب بتاعه وبيسأله إيه الموضوع اللي كان عايزه فيه. فبيستغرب كوبرا جدا من وجود توني في المكتب لأنه كان طالب منه إنه يفضل مع إنجي، وبيسأله عن السبب. فبيحكي له توني إن المكتب الرئيسي كلمه وقال له إن هو عايزه يروح له. ساعتها بيفهم كوبرا إن السفاح هو اللي كلمه وبيطلب من توني إنه يرجع المستشفى فورا. ولما بيخرج كوبرا من البيت عشان يروح المستشفى بيتفاجئ إن في 2 من رجالة السفاح بيهجموا عليه علشان يتخلصوا منه، لكن بيقدر كوبرا إنه يتغلب عليهم وبيتحرك بسرعة للمستشفى. وفي الوقت ده بيوصل السفاح للدور اللي فيه أوضة إنجي، ولما بتشوف المشرفة بتاعة الدور بتقوم تمشي وراه عشان تطلب منه إنه ينزل لأن ده مش ميعاد التنظيف. ساعتها بيهجم عليها السفاح وبيخلص عليها، وبعدها بيروح للأوضة بتاعت إنجي وبيمسك السكينة عشان يخلص عليها، بس بيكتشف إن السرير فاضي لأن إنجي كانت في الحمام. ولما بتخرج وبتشوفه بترجع للحمام تاني بسرعة وبتحبس نفسها فيه، وبيحاول السفاح إنه يكسر الباب وبيكون هيوصل ليها، لكن إنجي بتنجح إنها تخرج من الباب الخلفي للحمام وبتحاول تستنجد بأي شخص في المستشفى، بس مش بتلاقي أي حد لأن الوقت متأخر. فبتروح تضرب جرس الإنذار، وساعتها كل الممرضين والدكاترة اللي في المستشفى بيخرجوا من الأوض بتاعتهم. فبيقرر السفاح انه يهرب علشان ما يتكشفش. وفي نفس اليوم بيروح كوبرا للمركز الشرطة وبيبلغهم ان في حد جوه المركز بيتعاون مع السفاح وبينقل له تحركاتنا بالملي. فبيرد عليه الرئيس وبيقول له ان ده اتهام خطير وبيسأله لو كان عنده اثبات. فبيعرفه كوبرا ان لسه ما عندوش اي اثبات وبيسلمه رسمة للسفاح وبيسيبه وبيمشي. وتاني يوم بيروح كوبرا لإنجي في المستشفى وبيدخل توني عليهم الأوضة وبيعرفهم على نانسي، وبيفهم كوبرا انها انضمت للفريق بتاعهم علشان تساعدهم في قضية السفاح. وبينزلوا هما ال4 من المستشفى عشان يروحوا للمكان اللي هيحموا فيه إنجي، وبيتقسموا على عربيتين. إنجي بتركب مع كوبرا وتوني بيركب مع نانسي. وأول لما بيبدأوا يتحركوا بيطلع وراهم السفاح ورجالته وبيخبطوا العربية بتاعت توني وبيطاردوا عربية كوبرا، وبتستمر المطاردة بينهم لحد لما بيقدر كوبرا إنه يدمر عربية منهم وبيطارد العربية اللي فيها السفاح، لكن بيعمل حادثة والعربية بتاعته بتتقلب وبيتصاب هو وإنجي، بس بتكون إصابات خفيفة. وساعتها بيقدر السفاح انه يهرب، وبعدها بيروحوا كلهم لمركز الشرطة وبيتكلم مونتي مع كوبرا وبيفهموا ان فكرته اللي نقل بيها إنجي كانت فكرة فاشلة وبسببها في ناس كتير حياتهم انتهت، وبيوافق بقية الضباط على كلام مونتي. وساعتها مونتي بيسخر من كوبرا وبيقول له ان المفروض يحمي إنجي مش يخلص عليها. فبيتضايق كوبرا جدا من كلامه وبيهجم عليه وبيكون عايز يضربه، لكن بيسيبه وبيخرج من المركز.
مع إنجي وباقي الفريق بتاعه، وهو بينه وبين نفسه بيقرر يتجاهل كلام مونتي ويكمل مهمته. وفعلا تاني يوم بياخد إنجي وباقي الفريق بتاعه وبيتحركوا علشان يروحوا مدينة تانية بعيدا عن السفاح. وساعتها بتسأله إنجي وهما في العربية عن سبب المشكلة اللي حصلت مع زميله في الشغل، فبيعرفها إنهم متضايقوا منه لأن طريقة شغله مختلفة عن طريقتهم. وبعدها بيقفوا في مكان استراحة وبتروح إنجي تتكلم مع توني وبتسأله عن المكان اللي هما رايحينه، فبيفهمها إن كوبرا هو اللي عارف المكان، وبيعرفها إن كوبرا ظابط شاطر جدا في شغله وإن فرقة الزومبي اللي هو القائد بتاعها فخورة بيه جدا. فبتسأله إنجي عن فرقة الزومبي وبيفهمها توني إن هي خط الدفاع الأخير اللي الشرطة بتلجأ ليها لما مش بتعرف توصل للمجرمين. وبعدها بيروحوا المطعم عشان ياكلوا وبيقعد كوبرا يضحك مع إنجي وبيبدأوا يتعرفوا على بعض. وبتسأله إنجي هو ليه مش مرتبط، فبيعرفها كوبرا إن مفيش حد هيقدر يتحمل الحياة بتاعته لأنه دايما معرض للخطر. وساعتها بيلاحظ إن نانسي بتعمل مكالمات كتير من تليفون المطعم من ساعة لما وصلوا، ولما بيخلصوا أكل بيطلع له الأوض اللي هيباتوا فيها. وفي الليل بينزل كوبرا للشارع وبيشوف نانسي وهي بتعمل مكالمة تاني وبيسألها هي ليه ما اتصلتش من تليفون الأوضة بتاعتها، فبتكذب نانسي عليه وبتفهمه إن التليفون اللي في أوضتها عطلان. فبيطلب منها كوبرا إنها ترجع للأوضة بتاعتها لأن الجو برد، وبتسيبه نانسي وبتمشي. ساعتها كوبرا بيشك في نانسي فبيطلع للأوضة بتاعته وبيجهز الأسلحة اللي معاه عشان يقدر يحمي إنجي. وتاني يوم بينزلوا كلهم عشان يكملوا طريقهم، وبيلاحظ كوبرا إن نانسي مش موجودة معاهم وبيسأل توني عن مكانها، فبيروح توني للأوضة بتاعتها لكن بيتفاجئ إنها مش موجودة وبيخرج يبلغ كوبرا باللي حصل. وقتها كوبرا بيحس بالخطر وفجأة بيلاحظ إن في عربية غريبة في المكان وبيشوف نانسي واقفة عندها، فبيتأكد إن هي اللي كان بتساعد السفاح وبتنقل له تحركاتهم. وبيطلب من إنجي وتوني إنه يستخبوا بسرعة، وبيوصل رجالة السفاح للفندق وبتدور بينهم وبين كوبرا معركة شرسة جدا. وبتستخبى إنجي وبتحاول تكلم الشرطة، وبسبب اللي بيحصل بيتصاب توني برصاصة في رجله وكوبرا مش بيقدر يرجع ليه، فبيقرر انه ياخد انجي ويهرب بالعربيه. وبتسوق انجي العربيه وبيركب كوبرا في الصندوق اللي ورا عشان يفضل يضرب نار على رجاله السفاح، وفعلا بيقدر يخلص على عدد كبير منهم. وبتستمر المطارده بينهم لحد لما بيوصلوا المزرعه اللي فيها مصنع الحديد. ولما كوبرا بيشوف ان رجاله السفاح بيقربوا منهم بيطلب من انجي انها تدخل وتستخبى في المصنع، وبيفضل يضرب نار على العصابة وبيقدر انه يخلص على عدد منهم. وبعدها بيدخل ورا انجي المصنع علشان يحميها. وفي الوقت ده بيوصل السفاح ونانسي وبقية العصابة للمكان اللي مستخبي فيه كوبرا، وبيبدأ كوبرا يهجم على العصابة وبيخلص عليهم واحد ورا التاني. وفجأة بيلاحظ ان نانسي قدرت توصل لإنجي وبتحاول انها تخلص عليها، فبيجري عليها علشان ينقذها وبيصوب بالسلاح بتاعه على نانسي وبيضربها رصاصة بتصيبها في كتفها. وبعدها بيحاول السفاح انه يدور على كوبرا، ولما مش بيلاقيه بيقرر انه يتكلم بصوت عالي عشان كوبرا يسمعه، وبيتحدى انه يظهر قدامه وبيعرفه انه كان بيخلص على الناس الضعيفة علشان الناس الاقوياء تعيش، وحتى هو لو حياته انتهت هيجي غيره ويكمل الطريق. فبيظهر له كوبرا وبيوجه السلاح ناحيته وبيعرفه انه هو نكرة، وساعتها بيطلب منه السفاح انه ما يخلصش عليه عشان هو لو خلص عليه هيبقى بيخالف القانون، ولو قبض عليه هيتحول للمستشفى على انه مريض نفسي. فبيفهمه كوبرا انه عمره ما مشي بالقانون وانه بياخد قراراته بنفسه. واول لما كوبرا بيصوب عليه السلاح عشان يخلص عليه بتهجم عليه نانسي وبيتفاجئوا انها لسه عايشه، فبيحاول السفاح انه يستغل انشغال كوبرا ويخلص عليه، لكن الرصاصه بتيجي في نانسي وحياتها بتنتهي في ساعتها السفاح بيهجم على كوبرا وبتدور بينهم معركه شرسه وبيضربوا بعض بكل عنف. ورغم ان السفاح كان قوي لكن كوبرا قدر يتغلب عليه وعلقه على حتة حديدة، وفضل السفاح يتألم لحد لما حياته انتهت. وبكده يكون كوبرا قدر ينقذ إنجي ويخلص الناس من السفاح وتنتهي قصته للأبد. وبعدها بتنزل إنجي من مكانها وبتروح لكوبرا وهو بيطمن عليها وبياخدها وبيرجعوا المصنع، وبيوصل مديره للمكان ومعاه مونتي وبيتكلم مديره مع كوبرا وبيشكره وبيعرفه انه انجز مهمته وبيعرض عليه انه ينقله القسم اسهل فيه الشغل، لكن كوبرا بيرفض وبيفهمه ان هو حابب وجوده في فرقة الزومبي. فبينادي عليه مونتي قبل ما يمشي وبيهنيه على نجاح المهمة وبيقول له انه بيتمنى ما يبقاش في بينهم اي كراهية، وبيمد ايده لكوبرا عشان يسلم عليه. وقتها كوبرا بيسلم على مونتي وفجأة بيضربه في وشه وبيفهمه انه كده ممكن يسامحه، وبيروح كوبرا لإنجي وبياخدها ويمشي بالموتوسيكل بتاعه وبيفرح لأنه أخيرا قدر يلاقي حد يعيش معاه حياة الخطر. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيلم متنساش تشاركنا برأيك في الكومنتات، ولو حابب تشترك وتفعل الجرس. سلام.